مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من تكنولوجي ببساطه. النهارده هنتكلم عن الاي سيم. مؤخرا حضراتكم لاحظتوا ان شركات الاتصالات كتير بدات تتكلم ان هي بتدعم الاي سيم، وممكن حضرتك تبدل السيم كارد بتاعتك النهارده باي سيم. فالحلقه دي هنحاول نشرح فيها الفرق ما بين الاي سيم والسيم، ايه فوائدها وايه اضرارها. اول حاجه نبدا نتكلم فيها هو ايه اصلا السيم كارد دي. خط التليفون ده حضرتك الشريحه اللي بتشتريها لما تجيب تليفون جديد او تشتري خط جديد وتحطه في الموبايل بتاعك، ولما بتشغل الموبايل بتاعك الموبايل بيحاول يلقط شبكه زي ما بنقول بالبلدي او يسجل في الشبكه، ولما بيسجل في الشبكه بيبعت لها شويه بيانات بتبقى موجوده على الشريحه دي اللي بتبقى صغيره جدا. زمان كانت كبيره شويه اسمها سيم كارد على طول، بعد كده عملوا حاجه اسمها مايكرو سيم، بعد كده عملوا حاجه كمان اسمها نانو سيم، ومعظم الموجود دلوقتي في السوق هو النانو سيم واللي هي اصغر حاجه. لحد في 2016 ما جوجل نزلت موبايل اسمه بيكسل 2 واعلنت فيه عن ان هي بتعمل حاجه اسمها الاي سيم. دي كانت اول مره حد ينزلها جوجل، دي من المعلومات اللي الناس كتير متلخبطه فيها. في 2018 ابل نزلتها في الايفون وده اللي ساعد على انتشارها، بس اول حد نزل اي سيم فعلا هو يا جوجل في جوجل بيكسل 2. طيب يعني ايه اي سيم؟ اي سيم اختصار لكلمه امبيدد سيم او الشريحه المدمجه. بتشتغل ازاي؟ النهارده حضرتك لما بتجيب الموبايل في الاول كنت بتقص فيه الشريحه من الكارت وبتحطها، النهارده انت مش محتاج تعمل كده لو عايز تشغل الاي سيم. البيانات اللي كانت موجوده على الشريحه اللي انت بتحطها جوه الموبايل او الموجوده على الخط حسب ما كان بنسميه ايه وبنحط جوه العده او الموبايل، النهارده بقيت بتمسك الموبايل بتفتح الكاميرا بتعمل سكان او بتصور كيو ار كود، والكيو ار كود ده بيبقى عليه كل البيانات اللي الشبكه محتاجاها عشان الموبايل يسجل عليها. يعني المفروض لا محتاج تروح محل ولا محتاج تقف في طوابير عشان تشتري خط. المفروض اول ما بتفتح الموقع بتاع مقدم خدمه المحمول بتاعتك، طبعا في مصر الوضع مش كده لحد النهارده، بس في شركات تانية كتير بره ممكن حضرتك تجيب منها خط موبايل اي سيم. يعني بتفتح الكمبيوتر بتاعك بتعمل سكان لكيو ار كود موجود بقى على طول عندك خط من غير ما تجيب شريحه وتحطها جوه الموبايل. طيب ايه الفوائد؟ اول حاجه زي ما قلنا هو توفير الموارد. محتاج حضرتك تروح فرع ولا المفروض يبقى فيه كل المجهود اللي بيضيع، ولا كارت ولا تطبع على بلاستيك ولا نعمل الكلام ده كله. المفروض بكل بساطه تقدر تجيب الموبايل تسكان صوره او تفتح الكاميرا عليها ودي بتاخد كل البيانات، وفي ساعتها بتكون سجلت على الشبكه. تاني حاجه الامان. ازاي الامان؟ زمان لما كان حد بيسرق موبايل كان اول حاجه بيعملها انه يشيل الشريحه من الموبايل، عشان لو معرفش يفتح الباس كود بتاع الموبايل او معرفش يكتب كلمه السر فالموبايل بيقعد ساعات لو حضرتك طبعا مشغل الخاصيه دي بيبعت مكانه. فكان زمان اسهل حاجه لما حد يعمل حاجه انه يشيل الخط من العده وهو كده قطع انترنت على الموبايل. النهارده الاي سيم ما يقدرش يعمل كده وما يقدرش طبعا يفصلها لان هي خلاص مدمجه جوه الجهاز. الجهاز لاقط شبكه وعارف يبعت مكان الموبايل لو حضرتك مشغل الخاصيه دي. طبعا حد هيجي يقول ممكن يطفي الجهاز، ليها رد تاني ان ابل ومعظم الاجهزه الحديثه بتخلي حتى لو الجهاز مطفي ممكن يبعت مكانه كل فتره الابل عشان لو ضاع تعرف تجيبه. بس عامه لما نبص لها من الجانب الكويس هي فعلا الامان يعتبر من مميزاتها. ثالث حاجه ممكن تكون حاجه بسيطه شويه واحنا ما بنفكرش فيها كتير، ان هي بتوفر مساحه جوه الموبايل. والمساحه هنا المقصود بيها مش مساحه تخزينيه او مساحه بيانات بس، فعلا في حجم الموبايل لما حضرتك كنت تحط الدرج الصغير ده اللي فيه الاي سيم وتدخله من الجنب، انت حضرتك هتتخيل النهارده لما يشيلوه هيجرى ايه؟ لا، الحته الصغيره دي ممكن يتحط فيها شريحه تانية تقوي الكاميرا، ممكن يحطوا فيها بطاريه او يكبروا البطاريه بحيث ان هي تاخد المساحه في دي. فكل ما هم بقوا بيشيلوا حاجات من الموبايل ملهاش لازمه او تتحول لالكتروني بتديهم مساحه اكبر في حيز الموبايل في تصميمه ان هم يستخدموها في هاردوير احسن. في ميزه ثالثه مهمه جدا للناس اللي بتسافر. النهارده لو حد بيسافر كتير في شغل او حتى في فسحه بس طريقه منتظمه كل مثلا شهر شهرين، زمان كنت طبعا لازم تنزل البلد تغير الشريحه، يبقى معاك الدبوس او تستاذن حد في الدبوس اللي بتحطه تطلع بالدرج تغير الشريحه وهكذا. فكان الموضوع مرهق جدا وممكن طبعا الشريحه تضيع. النهارده لو انت بتسافر ومعاك خط في دوله تانية او خط في دوله ثالثه او خط في دوله رابعه كلهم بيتسجلوا على الموبايل، واول ما بتنزل بتفعل الشريحه اللي انت عايزها على طول الموبايل بيسجل على الشبكه من غير ما ترجع زي زمان تقعد تبدل.
فدي من اهم الخصائص، يمكن اهم من الاولى والثانيه. الثالثه فكره ان انت بتسافر او معاك كذا شريحه وحابب تبدل بينهم، فمش محتاج كل شويه تشيل حاجه من الجهاز وتشغله من اول وترجعها وتشغله من اول وجديد. طيب ايه عيوبها؟ اولا ان في بعض الدول لسه مش بتدعمها، فلو انت جبت النهارده موبايل ما بيشتغلش بس الاقيه سيم ما فيهوش درج السيم، وسافرت بيه بلد لازم تحط السيم كارد جواه، خلاص انت كده مش هتعرف تلقط شبكه، انت قاعد معاك الموبايل ده مش هيعرف يشتغل في البلد دي. عشان كده دايما بننصح الناس لما تشتري موبايل النهارده يجيب موبايل فيه سيم كارد او مكان للسيم كارد العاديه، النانو سيم اللي بنجيبها ونحطها جواه، وبنفس الوقت يكون بيدعم الاي سيم عشان لو سافروا دوله فيها اي سيم خلاص يستخدموا على طول التكنولوجيا من غير ما يقعدوا كل شويه يبدلوا في الشريحه. تاني عيب هو ان الشريحه بقت مربوطه بالموبايل ده بس. زمان لو كان معاك موبايل جواه شريحه وحصل لاي سبب الموبايل ده فصل بطاريه وانت محتاج تعمل مكالمه، كنت هتطلع منه الشريحه تحطها في موبايل حد من صحابك، تعمل وات ايفر اللي انت عايزه، بس لسه معاك الشريحه تحطها في موبايل تاني تجرب منه. النهارده من العيوب ان الشريحه دي جوه الموبايل، طب الموبايل فصل شحن معكش بطاريه زياده، خلاص انت ما تقدرش رقمك ده تشغله لحد ما الموبايل يقوم. تالت حاجه او تالت عيب، وده عيب مهم جدا، انك لما تيجي تغير الموبايل من موبايلك القديم لموبايل جديد، فكره نقل الاي سيم مش اسهل حاجه. للاسف في بعض الشركات في دول معينه بتمنع ان انت تنقل الشريحه الالكترونيه من الموبايل القديم للموبايل الجديد لو انت بره البلد، وللاسف ده الوضع في مصر. فانا بنصح اي حد عايز يخلي معاه رقم مصري بره مصر وبيشغله كتير ما يحولش للاي سيم، لانه لو حول للاي سيم وفعل الاي سيم في خلال زيارته لمصر وراح بلده التانية او راح البلد اللي هو عايش فيها او بيشتغل فيها وحب يغير موبايله، ما يقدرش ينقل الاي سيم، لازم يرجع مصر تاني يروح للفرع. دي اعتقد المفروض تتحل خلال فتره قصيره، لان خلاص المفروض لو احنا بننقل لاي سيم والتكنولوجيا جديده، فالمفروض في اي حته في العالم انا اقدر افتح موقع فودافون او اورنج واقول له لو سمحت انا عايز انقل السيم كارد، فيطلع لي كيو ار كود جديد، افتح الكاميرا عليه بالموبايل الجديد وعلى طول يروح فاصل الاي سيم من الموبايل القديم ويشغلها على الموبايل الجديد. بس للاسف دي لسه مش موجوده في مصر لحد النهارده. وبكده نكون خلصنا حلقه النهارده من تكنولوجي ببساطه، ونشوفكم بحلقه جايه ان شاء الله.